الصميم في التحكيم مع كابتن جهاد جريشة. رجعنا لكم تاني والتحكيم مع جريشة ومعاكم جهاد جريشة. نيجي من الكونفدرالية الأفريقية نخش للشأن المحلي قبل ما نروح مباراة الأهلي واتحاد جدة. هنتكلم على مباراة المصري والزمالك في الدوري المصري الممتاز. كان محمود البنا هو حكم المباراة، وكان طقم دولي كامل: محمود أبو رجال مساعد أول، هاني عبد الفتاح مساعد تاني. و مباراة مهمة في الدوري المصري الممتاز، والمصري والزمالك دي مباراة من المباريات الكبيرة، لازم لها حكم دولي أو طقم تحكيم دولي، وده اللي فعلا لجنة الحكام عينته للمباراة. هنتكلم عن أحداث المباراة. في الدقيقة 27 في ركلة جزاء لصالح النادي المصري تم احتسابها عن طريق محمود البنا حكم المباراة. كان في إهمال واضح من عواد حارس مرمى الزمالك اللي ما راحش للكرة. المعيار بالنسبة لنا لعب الكرة، هو ما وصلش للكرة، وصل لراس مهاجم المصري فخر الدين ابن يوسف، واهمل ويعني في ارتطام مع راس المهاجم، وبالتالي ده اهمال من عواد وركله جزاء صحيحه باهمال وما فيش فيها انذار، وقرار صحيح من محمود البنا ومراجعه صحيحه من حكم الفار، ويعني تميز من محمود البنا في اللقطه دي. في الدقيقة 48 انذار على سيف الدين الجزيري، انذار مستحق للدخول بتهور مع لاعب النادي المصري باهر المحمدي. الدخول من الخلف وبتهور واضح من سيف الدين الجزيري. محمود البنا كان موجود في المكان المناسب، شاف اللقطة وادى الانذار وادى ركلة حرة مباشرة للنادي المصري. في الدقيقة 51 هدف المصري في وقت بدل الضيع الشوط الأول. هدف صحيح، مفيش فيه تسلل، مفيش فيه خطأ قبل الهدف في الآخر، وهدف صحيح تم احتسابه ومراجعة صحيحة من حكم الفي ار. خلص الشوط الاول وما عندناش مشكله في التحكيم. بدانا في الشوط الثاني في الدقيقه 58 تسلل صحيح عند المساعد الثاني هاني عبد الفتاح على النادي المصري. كان تمركز مش مظبوط من هاني، لكن في الاخر خد القرار الصحيح. نتمنى يبقى القرار مع التمركز حكم كبير مساعد كبير هاني عبد الفتاح، فبالتالي بنتكلم على سلبيات صغيره بنصححها عشان التطوير بالنسبه لمساعد زي هاني عبد الفتاح. في الدقيقة 60 تسلل صحيح على الزمالك المساعد الأول محمود أبو الرجال، تمركز صحيح وقرار صحيح من حكم مونديالي لعب في كأس العالم 2022. في الدقيقة 72 كان في إنذار للاعتراض لاعب النادي المصري، جه اعترض بشدة على محمود أبو الرجال، لا قبله بإنذار، وكان إنذار مستحق على لاعب النادي المصري اللي كان بيطالب بخطأ للمصري، ولكن محمود أبو الرجال محمود البنا خد القرار الصحيح وأنظر اللاعب للاعتراض بصورة غير لائقة. في الدقيقة 74 في تسلل صحيح على الزمالك عند المساعد الأول محمود أبو الرجال. في الدقيقة 85 كان في إنذار لتهور اللاعب المصري مع زيزو لاعب حسن علي، في تهور واضح مع زيزو لاعب النادي الزمالك، وكان إنذار مستحق للاعب المصري. المباراة خرجت تحكيمية صورة جيدة وصورة مميزة للتحكيم المصري. محمود البنا محمود ابو الرجال هاني عبد الفتاح عملوا مباراة تحكيمية مميزة. ما عندناش في المباراة حاجة ممكن نتكلم عليها او نقف عندها ونقول ان الحكام اخطأوا في المباراة او عندهم مشكلة في المباراة. بصراحة يعني الاداء التحكيمي كان اداء مشرف من محمود البنا ورفاقه، عملوا مباراة تحكيمية مميزة. المباراة خلصت بفوز المصري، ما فيش مشكلة عند الزمالك اللي خرج من المباراة واخد حقه، ما فيش مشكلة عند المصري اللي خد حقه وكسب. في الاخر لما الحكم او الاداء التحكيمي بصورة جيدة او بصوره مميزه زي مباراه زي محمود البنا ومساعدينه، بنخرج الفايز والمهزوم، محدش بيتكلم على التحكيم. ده اللي احنا دايما بنطلبه في التحكيم المصري. في المباراه دي كان في تميز. في نفس اليوم كان في عندنا مشكلتين: مشكله في ماتش مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا الحكم السيد منير، ومشكله برضو في ماتش البنك الاهلي والجونه الحكم حسني سلطان. في ماتش مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا كان في لقطتين هقف عندهم للحكم السيد منير. اللقطة الأولى احتسب ركلة جزاء غير صحيحة لسيراميكا، تدخل حكم الفار، لمسة اليد ما كانتش موجودة، وبالتالي حكم الفار استدعاه. الكرة جت في جنب المدافع، مدافع مودرن فيوتشر، وبالتالي ألغى ركلة الجزاء وعمل إسقاط، وكان قرار صحيح من الحكم الفار وتصحيح خطأ من السيد منير. طب أنت عندك خطأ تاني يا سيد، الحكم الفار استدعاك فركلة الجزاء بقى صحيحة لم تحتسب لسيراميكا. لاعب مهاجم سيراميكا لعب الكرة، هو اللي لعب الكرة، مدافع مودرن فيوتشر عمر كمال عبد الواحد ركل رجل لاعب سيراميكا في الهواء. الحكم ما احتسبش ركله جزاء، حكم الفار المميز استدعاه: تعالى يا سيد عندي ركله جزاء واضحه
تعال شوفها، راح شاف ركله جزاء وللاسف رجع بدون قرار ركله جزاء. المباراه خلصت 1-1، وركله الجزاء دي خطأ كبير ومؤثر في نتيجه المباراه لسيراميكا كليوباترا. سيراميكا بعد المباراه قدم اعتراض كبير للجنه الحكام، قدم اعتراض كبير احتجاج للاتحاد المصري لكره القدم، بيطالب بحكام دوليين في المباريات القادمه. دي مش اول مره سيراميكا يشتكي، ومش اول مره فرق كتير تشتكي في الدوري. عندنا مشاكل كبيره في التحكيم، وخاصه لما يبقى خطأ مؤثر على نتيجه المباراه. دي المباراه رقم 9 او 10 من بدايه الموسم اللي الخطأ التحكيمي يؤثر على نتيجه المباراه. بتتكلم على مباريات كتيره جدا حصلت قبل كده، 8 او 9 مباريات كان في اخطاء تحكيميه مؤثره، وده بنتكلم على الماتش العاشر في مده زمنيه صغيره. بنتكلم ان في عندنا مشكله في التحكيم. في مباراة البنك الأهلي والجونة كان حكم المباراة حكم صاعد واعد اسمه حسن سلطان، عمل مباراة تحكيمية جيدة، لكن أقف معاه في لقطة واحدة في ركلة جزاء البنك الأهلي اللي ما احتسبهاش، وعلى بعد متر متر ونص. ركلة الجزاء ديت كان لازم حسن سلطان يحتسبها في الملعب، ما يستناش حكم الفار يستدعيه. اللقطة سهلة يا حسني، كنت لازم تاخدها في الملعب. ركلة جزاء صحيحة للبنك الأهلي ما احتسبتهاش، لكن حكم الفار جابك وصح خطأ. انت حكم صغير وحكم واعد وحكم صاعد، اللعبة زي دي شخصية الحكم ووجودك في مكان ممتاز، كنت لازم انت اللي تحتسبها، ما تستناش حكم الفار. همسة صغيرة في أذن حسن سلطان، لازم انت تاخد قرارك في الملعب. الفار موجود عشان القرارات اللي ممكن ما نقدرش نوصل ليها، او يبقى صعب على الحكم انه يوصل ليها، لكن القرار السهل مفروض على الحكم هو اللي ياخده داخل الملعب. هنتوقف توقف صغير مع موجز الانباء مع الزميل امل الدالي، ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض.